اهلا وسهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ ام الدنيا. النهارده محافظتي محافظه سوهاج، ومعايا شيف ندى السيد. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. شيف ندى، انت اصلا من سوهاج صح؟ ايوه. واتنقلتي انك تعيشي في القاهره من قد ايه؟ لا انا مولوده في القاهره بس بسافر سوهاج بشكل مستمر. وبتسافري بشكل مستمر؟ بشكل كل سنه بسافر مرتين ثلاثه. كل بقى التركات والحركات والحاجات بتاعت سوهاج معانا صح؟ معانا احنا النهارده معانا اكلتين بتوع سوهاج، المخروطه الاخميمي صح؟ والمفروكه كل اهل الصعيد بيعملوها وعارفينها وسهله وعارفينها، واحنا برضو عايزين نقدم حاجات سهله بس ناس ما تعرفهاش، يعني بتوع القاهره ما يعرفوهاش. لا صح؟ حتى لو معروفه بمسميات تانية. مش كده؟ مش كده. طب تحبي نبدا النهارده بايه؟ بالمفروكه على طول، يلا بينا. المفروكه الصعيدي: عيش بلدي بايت، سمنه بلدي، عسل او سكر، زبيب ومكسرات، ولبن جهينه حسب الطلب. هنجيب الطبق. اوكي. طب اني احلى بقى اسالك واحنا بنشتغل؟ تمام. سوهاج ولا القاهره؟ لا سوهاج طبعا. الفخر. لا سوهاج طبعا والله. صراحه عندك حق، انا يعني سوهاج رحتها 3 مرات ما شاء الله. كل مره اروحها بقول لهم مش عايزه ارجع، قلبي بيتساب منه حته بصي هو كل مكان ليه طبيعته. بس هو اللي بيميل للطبيعه وللهدوء هيحب سوهاج. وسوهاج كمان دلوقتي في 2026 ما بقتش زي الاول. يعني الكرة ماشي، وحتى برضو الكرة مش اللي هو الساعه 6 المغرب بتلاقيهم ناموا. لا جميله. لا ولما يناموا المغرب ايه المشكله؟ يعني في ناس ضد المبدا ده. لكن في محافظه سوهاج نفسها جميله قوي. لا على فكره انت هتلاقي نفسك في القاهره الكورنيش وفندق الصفا وشارع 15 الاماكن هناك اصلا تعجبك يعني. لا هي مدينه جميله قوي. وبعدين اولا طبعا فيها موضوع التولي ده، القماش بتاع التولي ده. ايوه ده من ايام الفراعنه، يعني الموضوع ده حتى احنا النهارده لابسه من ديزاينر مصريه ما شاء الله. شيماء الجابي. خدي بالك ان التولي ده مصر دلوقتي بتحاول تسجله باسمها في اليونسكو، لان ده بيتعمل بخيوط فضه، والستات هي اللي بتقعد تعمله كده بالراحه بالراحه بالراحه، يدوي بالظبط، وبيبقى غالي جدا جدا. وبدا كمان يتلبس، يعني في ممثلات اجانب بيلبسوه، لان هو ما بيتعملش اولموست غير في مصر. في دول تانية بدات تعمله بعدينا، بس الاصل في مصر. احنا هنحتاج تولع البوتاجاز. قولي لي عايزه مني اي حاجه اعملها معاكي يا شيخ؟ لا هي حلوه قوي. بصي احنا الطبيعي دلوقتي اقتصاديه جدا. هي اقتصاديه وموفره. الوجبه دي المفروض ان في اغلب البيوت الصعيديه زمان كانوا لما ست البيت مثلا بتخبز عندها يوم سوق مثلا رايحه تجيب حاجات، او يوم مضغوطه فيه، او الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه يعني، كانت بتعملها لاولادها يعني. اوكي. بحيث ان هي وجبه مش مكلفه. عيش عندهم في البيت بيتحمص وبعدين بتدفي وبتحطي سمنه وبعد كده بتحمصي بقى العيش. هنحمصه دلوقتي ان شاء الله مع بعض. السمنه بس تسخن شويه. انا مش عايزه اعليها علشان هو اصلا مش عالي قوي. ضعيف. تمام. بس فالمفروض ان هي حاجه بسيطه، يعني بنحمص العيش في السمن ولما خلاص بيبتدي يتحمص ويشرب من السمن بنحط عليه بقى التحليه. دي بتبقى مختلفه اذواق يعني. اوكي. اللي عايز سكر وقرفه، اللي عايز عسل اسود. طبعا عسل اسود لانه ده في اصل الصعيد. اصل الصعيد طبعا. عسل نجع حماد اصلا. بالظبط كده بالظبط كده. حتى بقى رجوعا لموضوع التلي الشندويلي ده، في براند ده اسمه تلي الشندويلي من قرية شندويل. تمام. دول ستات مصريات اتعلموا الحرفة اليدوية. والمجلس القومي للمرأة ساعدهم ان هم يعملوا البراند، وبقى اول براند مصري لحرفة، يعني هو براند معاصر لحرفة قديمة. تمام. ايوه بيجددوا بيسوقوه بقى في معارض دولية، وفعلا بدأ يتشهر قوي. بصي هو اصلا اغلبيه محافظات مصر دلوقتي بتحترف الحرف اليدويه. مصبوط. يعني في سوهاج كتير جدا. مصبوط. وفي قرى تانية، بس احنا خلينا نتكلم على بلدنا، يعني نعمل مكاننا. متحيزه قوي. ايوه ما بلدي. بحب كده. احنا هننزل العيش. بحب كده. انت عارفه مين من عندكم بقى من سوهاج؟ لو رجعنا قوي لورا بقى من ايام القدماء المصريين، الملك مينا ده مسقط راسه. تمام. حتى كمان شعار البلد بتاع المحافظه ملك مينا. تمام. انا بس هنتبه لده شويه. تحبي اقلبها لك؟
لا عايزه تقلبيه لا تساعديني. انا معاكي اللي انت احنا عايزاه ممكن لو أعمله. عايزه تساعديني تجيبي لي طبق بعد ما نحمرها نحط فيه، عشان اهو جبته هنحط في ده. طيب كده طبعا. هيبقى كبير شويه. كمل بقيه التكسير. عايزه نعمل العيش كله قصدي. تحبي اساعدك انا اكسرهم بسرعه؟ ماشي خدي. حاضر. طب يا شيف احكي لي بقى، انت ايه بداتي البيزنس بتاعك امتى وايه الموضوع وبداتي ازاي، والاكل اللي بتعمليه اكل صعيدي ولا اكل بيتي ولا ايه بالظبط؟ ماشي هقول لك. انا بدات بقالي دلوقتي يعني اساس بقالي سنتين وكام شهر. دي السنه الثالثه فاتحين كيتشن كامل ما شاء الله. قبل بس مش سيت ان يعني؟ لا لا لا, لا بس. اونلاين بس. اوكي. بس عندنا توصيل. ده احسن حاجه. احسن حاجه. وطبعا قبل كل المكونات احنا غنيه عن التعريف. لا طبعا. لا الحمد لله بنشتغل بماتيريال طبيعي. اللحمه عندنا كلها بلدي. انا بعتمد في المطبخ عندي على الطيور التربيه البيتي. اوكي. السمن البلدي يعني الحمد لله بنحاول بقدر الامكان نشتغل بخامات طبيعيه. ربنا يبارك. يعني تنتمي للطبيعه نوعا ما. صح. لان انا ايه اللي بيفرقني عن اي مطعم بره او اي اكل انت هتشتريه؟ الماتيريال والخامه وجوده انت عايز تاكلي اكل بيتي. انت مثلا موظفه ست بيت او حد مش فاضي وعايزه حاجه تساعدك مثلا في فمش هتجيبي بقى الاكل الفاست فود اللي في الشارع. فبتشتري ايه؟ الاكل البيتي بتاعنا او بتاع اي مطبخ. مظبوط. ده اللي بيفرقنا انت مقطعه كبير عن المطاعم اللي بره. انا عادي كنت ست بيت عاديه، عندي ولادي بس من كام سنه خلاص بقى كبروا ما شاء الله، يعني كلهم دخلوا المدارس. فانا فاضيه ومش بحب اقعد، ببقى عايز. انا بحب المطبخ اصلا جدا. اوكي. لا هو واضح عليكي. لا دي حاجه بسيطه. فبدات اعمل المشروع بتاعي. الاول عملته من البيت اصلا. قعدت حوالي سنه وشويه. بعد كده لما ربنا كرم والطلبات بتزيد وفي حد كده اصلا طلب مني اوردر معين وسالني هتعرفي تعمليه؟ فقلت له ايوه. تقولي لي اوردر ايه؟ هقول لك. والله عارفه اللي هو كان بيتحداني اصلا. قال لي ايوه. قال لي المراه الصعيديه ابدا. ما هو الفكره ان هو كان طالب حاجه صعيديه جدا، يعني عارفه حاجه اصلا قديمه ومش اي حد بيعرفها في القاهره بالذات. طب ممكن تقولي لي؟ بص هي اكله كده صعيدي جدا بتتاكل عندنا في عيد الاضحى. اوكي. عباره عن لحمه في دمعه كده. وبتتغمز مش بعيش، بتتغمز بفطير ابيض. عارفه الرقاق؟ اوكي. زي الرقاق بالظبط بس بيبقى طري قبل ما يوصل. سخينه؟ لا مش سخينه. اسمها ايه؟ اسمها تقليه باللحمه وبتاكليها بالعيش ده. هو بيبقى العيش ده عباره عن ميه، يعني دقيق وميه وملح. بيتعمل بالمنشبه لحد ما يبقى زي الرقاق بتاع القاهره. أيوة بس بيبقى اكبر. وقبل ما يوصل لمرحله ان هو يبقى متحمص بيخرجوه يطبقوه يحطوه في فوطه مطبخ بحيث ان هو يفضل محتفظ بطراوته، يبقى لسه طري. برافو عليك. بس الاكله بتعتمد على اللحمه والبصل والطماطم فقط، ومفيش بقى توابل ولا افتكاسات ملح وفلفل اسمر. عارفه الحاجات اللي هي الطبيعيه بتاعتنا. كل مش كل، اغلب المحافظات كده توابلنا كمطبخ مصري قليله جدا. فساعتها هو طلب مني الاكله دي مع ويكا. اكيد الويكا دي اكله اصل الصعيد يعني. طبعا. وفراخ بقى محشيه وحاجات زي كده. بس كان هو اهم حاجه عنده الويكا والطاجن ده. وعايزه بقى بتركاتك. فعملته له وعملته له اللي هو يعني عايزه اقول لك الطاجن ده عشان اللحمه مش بتتسلق، انت بتقطعي بصل كم كبير تحمريه شويه وتحطي اللحمه وقبل ما يتشوحوا شويه كده تحطي الطماطم. خلاص وهم بقى بيقعدوا يستووا مع بعض، فبياخد له مثلا متوسط ساعه وساعه كمان في الفرن عشان يبقى ياخد بقى من طعم الطاجن الفخار اصلا. ايوه طبعا.